السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. دي قناتي، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفضلا وليس أمرا لا تنسوا أمي وبنت أختي بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وجميع موتى المسلمين. وصفة النهاردة تنفع معانا فطار أو غدا أو عشاء. ما شاء الله بتبقى جميلة جدا وقيمتها الغذائية عالية. وهي البيتزا. هنعملها النهاردة بطعمين مختلفين. تعالوا بينا نشوف الطريقة مع بعض علشان ما اطولش على حضراتكم الفيديو. اول حاجة هنسمي الله. عندي طبق عميق او بولة، هنزل بكوباية مية دافية. بسم الله. طبعا احنا في فصل الشتاء لازم تكون دافية علشان الخميرة تشتغل معانا. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. تمام. بعد كده هنزل بثلاث معالق كبار من السكر الحبيبات العادي. هنقلب المكونات مع بعض. طبعا الفقاقيع اللي على وش المية دي بيعرفك ان الخميرة معانا نشطة. بعد كده هنزل بحبة من البيض. بسم الله. طبعا هقلبها مع المواد لحد ما تختفي. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الزبادي. بسم الله. وبرضه هقلبهم كويس لحد ما يختفي تماما. البيتزا يا جماعه، البيض مع الزبادي بتدي طراوه عاليه جدا للعجينه. يعني ما تستغنوش عن البيض او عن الزبادي في عجينه البيتزا. بعد كده هنزل بتلت كوبايه من الزيت. طبعا يفضل زيت نباتي ما يكونلوش ريحه. بسم الله. برضه هقلب لحد كل المكونات ما تتجانس مع بعض. كبيرة من الزعتر. بيدي طعم حلو قوي لعجينة البيتزا خصوصا بعد التسوية. تمام. هقلبهم برضه مع بعض. نزلت باربع كوبايات ونص من الدقيق، بس للأسف الكاميرا فصلت. هقلبهم طبعا مع بعض. وطبعا حطيت نص معلقة من الملح. تمام. هقلب كل المكونات دي مع بعض لحد ما كلها تتجانس. وبعد كده هنزل بيها على الرخامة علشان اعجنها كويس واخدمها كويس في العجن. طبعا انا لميت العجينة بالسباتولا. دلوقتي هنزل بيها على الرخامة. بسم الله. عشان اقدر اتحكم في العجن بتاعها. عجينة البيتزا هتاخد معانا حوالي من 15 إلى 20 دقيقة، لأن هي بتتخدم كويس قوي علشان تبقى ناعمة وطرية معاكي. ما تبقاش جامدة وعضة، يعني ما تبقاش ناشفة وتحسها ان حوافها ناشفة معاكي. تمام. هخدمها كويس وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا انا ما شاء الله هنا خدمت العجينة، شايفين ما شاء الله. طرية جدا بس مش بتلزق في الايد، حلو قوي. طبعا انا هسيبها تتخمر، يعني طبعا مش هتتخمر في اقل يعني من ساعة او ساعة ونص، لان طبعا الجو برد. على ما تتدفى وتتخمر هتخمر، وبعد كده نرجع نشوف الخطوات اللي بعد كده. طبعا انا عندي هنا ما شاء الله اللهم بارك العجينة بتاعتي خمرت ما شاء الله اللهم بارك. طبعا انا هضيع خمرها كده بالشكل ده. وهقسمها على جزئين. تمام. عشان انا هشتغل في صينيتين. هنا قسمت الجزء الاول في اول صينيه. طبعا هفردها. بسم الله. طبعا يا ما شاء الله خمرانه جدا والعجينه اصلا طريه قوي. انا هفردها وارجع لكم تاني علشان ما اطولش الفيديو. طبعا بعد ما فردت العجينه بالشكل ده في الصينيه، طبعا هخرمها بشوكه، لان انا مش عايزاها طبعا تترفع معايا عشان هي فاهمه فيها الخميره يعني وكده. فانا هديها بس تخريمات كده خفيفه بالشوكه. تمام. عشان ما تتنفخش معايا. بعد كده طبعا عندي الصلصة. طبعا هي انا طبعا بعمل فصين 4 فصوص من الثوم، وعليهم بقليهم في الزيت، وبنزل عليهم بطماطميتين. يا تضربهم في الخلاط يا تقطعهم على ايديكي، اللي يريحك يعني والمتاح ليكي. طبعا سبكتهم كويس قوي، وفي الاخر هنزل بهم على الوش بالشكل ده. تمام. بسم الله. طبعا بنغطي الجزء ده كله بالشكل ده. طبعا عندي هنا شرايح من الفلفل الأخضر. بسم الله.
طبعا هوزعه بالشكل ده. وهنزل برضو عليها بشرايح من الطماطم. بسم الله. طبعا الطماطم اللي انت عايزاها تحطيها، بس انا بصراحه انا عندي ولادي بيحبوا الفلفل الاخضر اكتر على البيتزا، مش بيحبوها كتير بصراحه الطماطم، فانا هوزعها بالشكل ده. عندي هنا علبه من التونه. بسم الله. طبعا هوزعها برضو بالشكل ده. طبعا تقدري تعملي اي خلطه على الوش انت عاوزاها، سواء قطع فراخ متحمرة، سواء قطع سوسيز، شرايح كفتة، اللي انت المتاح عندك تقدري تعملي بيه البيتزا بتاعتك. تمام. انا عندي بيحبوها بالتونة وبيحبوها بالجبن. بعد كده هنزل بشرايح من الزيتون الاسود. بسم الله. طبعا هو بيبقى يعني بيبقى عشوائي، انا بحطه عشوائي. تمام. طبعا انا نزلت بحبه من الجبنه الموتزاريلا، بس بصراحه الكاميرا فصلت فانا هكمل. بسم الله. طبعا الموتزاريلا الحمد ما شاء الله عليها، يعني جميله جدا وطبيعيه قوي. تمام. ده الشكل النهائي بتاعها. طبعا هندخلها الفرن وارجع لكم تاني علشان اعمل الصينيه التانية. هنا انا فردت العجينه برضو في الصينيه التانية، برضو هخرمها بالشوكه علشان ما تترفعش معايا في الفرن. تمام. وبرضو هدهنها بالصلصة. بسم الله. والله خطواتها جميلة جدا وبسيطة، وفي نفس الوقت بتبقى حاجة بيتي ونظيفة، يعني نقدر نعملها في البيت، تنفع عشاء تنفع فطار. والله ساعات بنعملها للغدا، بتبقى جميلة برضو وخفيفة والله، وبرضو بتدفي لان احنا بناكلها وهي سخنة، بتبقى كويسة جدا ومناسبة في الجو اللي احنا فيه ده. نزلت بالفلفل الاخضر، وبرضو هنزل بشرايح الطماطم. طبعا انا بنزل بها عشوائي، يعني مش برصصها، لان هي كده كده اصلا الجبنه الموتزاريلا لما بتسيح بتغطي الشكل العام كله. تمام. بالشكل ده. بعد كده هنزل ببشر الجبنه الرومي. بسم الله. بالشكل ده. انا عندي اللي بيحبها بالتونه وعندي اللي بيحبها بالجبن، فانا بعمل ميكس ما بين الاتنين بحيث ان الكل يتراضى، يعني بحاول ارضي كل الاطراف. عندي هنا الزيتون الاسود. بسم الله. برضه انا ما بكترش عليها لان بالزيتون، لان بتبقى الجبنه الرومي حادقه شويه. بعد كده هنزل بالميكس بتاع الجبنه الشيدر. بسم الله. بسم الله. بالشكل الجميل ده، وده بيبقى الشكل النهائي ليها قبل ما تخش الفرن. تمام. ندخلها الفرن بس لما الصينيه التانية تطلع وارجع لكم تاني. طبعا ما شاء الله اللهم بارك، الصواني طلعت من الفرن، شايفين ما شاء الله، بجد ريحتها قلب البيت كله ما شاء الله. حلوه قوي. طبعا دي اللي بالجبنه، ودي اللي بالتونه. طبعا ما شاء الله حلوه قوي، طريقتها بسيطه، اتمنى تجربوها وان شاء الله تنال اعجابكم. بكده يكون وصفه النهارده خلصت. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وفضلا وليس امرا لا تنسوا امي وبنت اختي بالدعاء لهم بالرحمه والمغفره وجميع موتى المسلمين. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم.